مالك بغير اللمبه في ايه؟ انا وليد عندي 3 برامج على السوشيال ميديا، وده المكان اللي بشتغل منه. ومن ساعه ما عملت المكان ده اللي هو زي ما انتم شايفين ترابيزه بدون رجلتين محطوطه على مكتب، وانا بعاني من كذا مشكله. اولهم الذل عشان اجيب اي حاجه من الادراج، تاني حاجه الشكل ده كله مضايقني، تالت حاجه ودي الاهم مش عارف اشتغل ولا واقف. لحد ما جات لي فكره، والفكره دي محدش هيعرف يعملها قد فليكتك. فكرت ان انا ارسم مكتب، والمكتب ده بيركب عليه اكستنشن بادراج والاثنين بعجل وفي مكان للاسلاك، بس المفاجاه الكبرى ان المكتب ده بيعلى ويوطى. ده انا حتى اخترت لون الخشب اللي بيمشي مع الاوضه. وصلوا هم. وبتبدا اعمال تركيب التحفه الفنيه اللي متقسمه لوحده ادراج وفريم بيرفع وينزل المكتب، والقرصه اللي ابعادها 160 في 70 برضه بناء على طلباتي وفيها فتحتين للاسلاك. واهم حاجه تممت عليها اول ما وصلوا ان العجل يكون بفرامل، وبصراحه مش هنكر ان انا رخمت عليهم في كل تفصيله، لان انا كل حته معموله في المكتب معموله علشان حاجه معينه انا عايزها وانا قاعد بشتغل. ستاره تداري على الاسلاك وشكل رجليا عشان لو حبيت اصور من هنا. وحده ادراج كلها سوفت كلوز من اولها لاخرها وبمفتاح. مكتب بيشيل لحد 120 كيلو، اعلى ارتفاع فيه 126. ممكن انزل وانا بكلمك لو انت قصير، ممكن اطلع تاني لو انت مضايقني او عايز اغير اللمبه. طبعا انت شايفني فوق مستني حد يجي ينزلني، لا يا حبيبي احنا بننزل لوحدنا دلوقتي. وبكده تنزل بسهوله. هات لي المكتب وحصلني على الصاله عشان عندي لمبتين عايز اغيرهم.